شوف حضرتك، أنا أعتقد أن تمثيلية المؤتمر الصحفي بتاعت النهاردة والخلية والخلايا والاعترافات وما إلى ذلك وراه كله الوثيقة اللي بثتها الجزيرة عن موضوع حماس، لأن هي دي بتنسف فكرة التخابر مع حماس، وأن حماس منظمة إرهابية، وبتنسف الأساس اللي قامت عليه فكرة المؤسسة العسكرية أنها ضد إن مرسي ونظامه كان ضد الأمن القومي المصري. فطبعا هم حبوا يعملوا حاجة يعني ليجيتيميت، أو يعملوا حاجة قانونية يطلعوا بيها إن حماس إرهابية. والوثيقة دي ثبتت ان هي طالعه من عندهم قبل الانقلاب باسبوعين، بتقول ان حماس دي المفروض نتعاون معاها، وان هي يعني منظمة ليست ارهابية كما يدعون. فانا اعتقد ان حركة النهاردة دي كلها هي حركة، هي تمثيلية، الغرض منها اعادة المفهوم بتاع ان حماس إرهابية، ويطلعك من القصة ديت بقصة ان دي وثيقة امن قومي. بس ما قالناش ايه تعريف الامن القومي، ومن امتى الوثائق ديت بتعتبر يعني تسريبها امن قومي، وليه دي المفروض حاجات بتناقش في برلمانات. يعني اذا كان دي ريكومنديشن او مقترح منه من مدير المخابرات، دي بتناقش في البرلمان. فايه هو تعريفك للامن القومي؟ وويكيليكس كله عباره عن تسريبات امن قومي امريكي ومصري ومن دول اخرى. فانت سبت الموضوع كله وبتلهي المصريين. انا دايما احب اشوف الصوره الاكبر شويه. انت بتلهي المصريين بشويه حركات وبخليه وبارهاب وبتعريفات عايز تدخلها. هو مين؟ اكيد مش محمد ابراهيم اللي بيحدد ايه هو الامن القومي المصري. لا ولا لان هو مجرد شخص في نظام كبير يعني. دي كانت مين بيحدد ايه هو الامن القومي؟ انا حتى كنت طالب في البرلمان ان احنا نعيد التعريف ده تاني. لان ده تعريف ستريتش او مطاط استخدم طوال حقبه العسكر من 52. بس هو بيستخدم في كل الدول. كل الدول عندها معلش، بس له تعريف اعتبارات محدد. الامن القومي. معلش، ليه تعريف محدد. انت عندك اي حاجه دلوقتي اللي تابعه للنظام يقول لك امن قومي، يعني يطلع المذيع بتاعهم في القنوات بتاعتهم يقول حاجات عن رئيس الجمهوريه وعن مستشارين رئيس الجمهوريه وعن الملفات اللي عند رئيس الجمهوريه، ما تبقاش امن قومي. لكن يطلع مذيع مضاد ليهم او اي قناه مضاده ليهم او اي قناه معبره عن راي اخر تقول اي معلومه، هيقول لك ده امن قومي، ده ارهاب، وانت لازم تتعدم، وانت. دي حركات الدول الشموليه والانظمه الشموليه الديكتاتوريه، الترهيب باي مصطلحات، منها الارهاب، الامن القومي، المساس بالامن، كلها حركات ومصطلحات. انا الحقيقه يعني بيحضر